5 حاجات لو انت اهلاوي او زملكاوي او بس انا عاوز اركز على الاهلي وعلى الزمالك في الفيديو ده. 5 حاجات لو انت عملتهم تسمح لي اقول لك ما تشجعش كرة تاني. توقف، روح اعمل اي حاجة تانية، شوف لك اي هواية تانية وابعد عن هواية كرة القدم. لو انت بتعمل الحاجات دي انا بقول لك اهوت سيب الكرة خالص، خلي الكرة للناس المثقفة. تقول لي ايه هم ال5 حاجات؟ اولا ادعي لابويا بالرحمة، ثانيا لايك وتعليق عشان الفيديو يظهر لغيرك، وشير خلي الناس بقى يعني ترتقي شوية. اولا يا غالي، ورقم 1 الاساس لازم تحترم الفريق الخصم. يعني انت راجل اهلاوي يبقى تحترم الزمالك، تحترم الزمالك. انت زملكاوي احترم الاهلاويه. هتقول لي يا عم هم بيغلطوا فيا، ما تغلطش. انت لما ما تغلطش وهو يعرف ان انت ما تغلطش هيحصل تبادل احترام بينكم وبين بعض، خلاص انتهت على كده. ما تغلطش في حد. ده في الجمهور، انا بتكلم على الجمهور رقم 1. اي جمهور قدامك غلط فيك عمل، ما تغلطش في الجمهور مهما حصل. ليه؟ اولا هتشيل ذنب، ثانيا انت الخسران في جميع الاحوال. هتغلط في الجمهور ليه؟ تغلط في واحد زيك كده، نغلطوا في بعض وفي الاخر هم اللي ياخدوا فلوس وهم اللي متمتعين ورايقين واحنا عمالين ناكلوا في بعض واللي ليكوا في بعض. خش على المرحله اللي بعد كده. المرحله اللي بعد كده ما تغلطش في اللعيبه. اللاعب كان بيلعب معانا وجاله عرض من الخارج، ماشي يلا يا ابني كذا و60 كذا ومش عارف ايه، انت يلا يا جعان يلا يا شبعان. انت يا حبيبي انت الخسران. انت لما تغلط في اللاعب خد حسنات منك وانت شلت سيئات، خد شهرة وصيت وانت خدت على قفاك. حلوة دي، خدوها قصها ونزلوها كده فما تغلطش في لعيبة. اللاعب ده حبيبه موظف جاله عرض اقوى من نادي اقوى، مع السلامه. انتماء ده بيركنه على جنب، الانتماء ده يروح وطموح ويجي بالسلامه. فانت اللي عندك انتماء، اللاعب ما عندهوش. اللاعب بيدور على الايه؟ على الفلوس. فما تغلطش عشان انت الخسران مش هو. اللي بعد كده ورقم 3 والمهم التعصب. بلاش تعصب. تتعصب ليه؟ تبقى قاعد كده الاهلي هجيب جول لا. طب الزمالك اتغلب، لا انا حزين، وقلبك يتعبك وبطنك تتعبك والجوب الانفيه تتعبك والقولون يتعبك، وتلاقي نفسك دخلت في دوامه ورحت على المستشفى ونام في السرير، واللاعيبه فرحانه ولا في دماغها اساسا، ولا في دماغها. بياخدوا ملايين وهم ولا في دماغهم. فما تتعصبش. هتقول لي غصب عني، مش بايدي. حاول مع الوقت تقنع عقلك ان دي لعبه، واللي بيلعبوا دولت بياخدوا ملايين وانت بتاخد ملاليم. ايه؟ انت ما بتاخدش، انت اللي بتدفع يا غلبان. فمن ناحية التعصب اركنهولي. خش على رقم 4 بقى والمهمة جدا، وسائل التواصل الاجتماعي. انا لما بفتح فيديو اي كان بقى، المذيع اللي بيتكلم ده محترم ولا مش محترم، انا بلاقي شتيمة من الناس في التعليقات، حتى عندي شخصيا والله. فواحد يقول لي مش عارف يا ايه ويا ابن الايه ويا ايه ويا مدافع، مش عارف. مش فاهم انا انت بتغلط فيها ليه؟ وبتغلط في الناس ليه؟ والرساله دي بوجهها للناس اللي طول النهار تغلط. طب تغلط يا حبيبي، انت لو غلطت فيا انا مش هرد عليك، يبقى انا خدت حسنات منك، افضل اعمل في ذنوب بقى واخلي، ونيجي يوم القيامه اخد حسنات منك. كذلك انت الخسران. انت لما تغلط انت بتعبر عن غضبك، لا عبر عن غضبك ده بتفاعل اغضبني، او تعبر بادب واحترام. لا انت غلطت في كذا وما ينفعش، سواء عندي او عند غيري. فرقم 4 دي مهمة. بلاش الغلط على السوشيال ميديا والتعليقات السلبية، والغلط في الجمهور والغلط في النادي والغلط في اللعيبة. ما انصحش، لان انت الخسران والله. رقم 5 ودي المفاجأة بقى. خد الفيديو ده ابعته لصاحبك الاهلاوي او الزملكاوي او اللي بيشجع كوره، وقول له اسمع الفيديو ده وبطل تعصب وبطل غلط في الناس. ولما حد يقول لك ده الاهلي ما عندوش بطولات، ده الاهلي بيه وعليه ومش عارف ايه، ده الزمالك سنة سودا، الزمالك مش عارف ايه، ما يتعصبش ويفضل يغلط ويشتم ويعمل ويخلي على اساس ان هو صاحب النادي، يعني على اساس اللي قدامه ده صاحب النادي الاهلي واللي بينغلط فيه صاحب نادي الزمالك. قول له اللي يغلط في النادي، قول له ما تغلط انا مالي، المشكله يعني
ده خلي بالك، ده النادي الاهلي ما عندوش بطولات، ده الزمالك اقوى منه. طب ايه المشكله؟ انا مالي، اقوى ولا اضعف؟ انا راجل بشجع، اضعف اقوى النتيجه قدامنا وخلاص. لا، ده انتوا اللعيبه اللي عندكم نصها بايظه، ده انتوا مش عارف ايه. طب المشكله؟ خلي عندك برود، ابعت له الفيديو وقول له اهدى شويه، اهدى عشان حرام عليك، اعمل مشاركه ولايك يا عم عشان الفيديو ده يوصل لغيرك.